فنزات اشطر كتكوت احلى كتاكيت. صباحكم بنكهه الريف المصري الاصيل. رحت بقى انا الفرعون الكبير الصغير كده نجيبوا شويه اكل الرشيده بتاعتنا علشان كانت جعان، ولقيته بحش غلط. قلت له يا عم الحش غلط، حش كده. اولا بقى ما تنسوش تدعوا لخط في غزه في السودان وترزعوا الاكل الجميل، ويلا بينا نكمل. خدنا بقى الحشيشات بتاعنا وخدنا المنجل ورحنا مروحين، وناديت على رشيده قلت لها تعالي كل يا جميله. قالت لي ماليش نفس دلوقتي. قلت لها تعالي كل النهار من غير اكل على اللحمه بطنك من الصبح. قالت لي خلاص طب هاكل. سبت لها بقى الاكل ودخل هنا حكشه اللكشه يعمل لي لايك. حطوا لايك انتوا كمان شوفوا اول ما دخل عمل لايك ازاي. قال لي تعالى نكسر له حتى بقى عشان نعمل له حته بقى اكله على الكانون تستاهل ايه خشمك يا بنت خالتي. والله قلت له انا مش بنت خالتك انا بنت عمك. هنا بقى جه الفرعون الكبير الصغير حط شويه بنزين بقى على الكلح وراح راميهم في قلب الكانون وراح مولعهم واشعلها يا مدير. وتعالوا بقى في سرعه البرق اسالكم فزوره اليوم. ما هو الشيء الذي نحبه عندما ياتي الينا نضربه باقدامنا؟ اللي يعرف بقى يكتب لنا في الكومنتات، واللي ما يعرفش يقول سبحان الله او يستعين بصديق. وهنا كان معانا فراخ وبصل وبطاطس وطماطم وفلفل وشويه بهارات كده، انما ايه استاهل كرشك والله. مسكت بقى البطاطس كده قشرتها ورحت واخداها رشه عليها شويه ميه رشه فشاش لحد ما غسلتهم ونزلت كل اللي كان عليهم. ما يغركمش شكل الجردل من بره عادي، يعني المهم الميه من جوه. عملتهم شرنطات ورحت مقطعه الميه مكعبات. كانت النار بقى بتاعه الكانون ولعت. هنا بقى مسكت الفراخ رحت اسمها الفصين عشان تبقى سهله في السوا. ورحنا حاطين الصينيه بقى حاطين فيها شويه سمنه، حاطين فيها البصل ومدحرجنا التماس ونازلين بقى في قرن فلفل موحوح وشويه طماطم واديله اديله ولحد ما اديله على عينيه. ده بقى بابا يا جماعه هو قرر ان هو يعمل لي الاكل عشان خايف عليا من النار بتاعه الكانون. تخيلوا ان ابويا ده احن واحد في الدنيا والله العظيم، خايف عليا من النار هو اللي عمل الاكل بدالي. حطينا هنا بقى البهارات الفلفل الاسمر والملح والكمون وشويه من ال 12 بهاره كيس كده عند العطار. وحطينا الفراخ ورحنا مسقين لهم الميه حبه حبه عشان كانوا عطشانين وريقهم ناشف. زي ما انتوا عارفين ان انا قصيره ومش طايله وريقي ناشف، بس قلت يا بنت عادي كله يهون عشان فنزات اشتر كتكوت. جت بقى على الفرن بتاع الحمير ورحت حطيت البرايم كده، واللي في البرايم ده اسمه رز معمر. ليه بقى؟ عشان ده الراعي الرسمي لاي اكل عندنا في الريف. وشديت بقى عودين لحطه وفضلت اكسر على ركبي. ديت بقى بيبقى لك الست المصريه الاصيله هي بتعرف تولع الفرن. هنا بقى ولعت الورقه ورحت حطها كده ورحت حاطه عليها الحطب. قلت لها اشعلها يا مدير وولعت بقى. اديت بقى على الفرعون الكبير صغير قلت له هات لي بقى شويه كوالح عشان احطهم في الفرن. راح الراجل مشكور جايب لي شويه كوالح ورحت حطهم. ورحت تاني كده عاطيه تقليبه كده للفراخ. ودخل هنا اخويا سعد زغلول قال لي ايه ده هو الفراخ البلدي كلت الفراخ ولا ايه؟ انا جعان. قلت له تعالى بس هاكلك حته اكل هتاكل صوابعك ورا. وهنا بقى جه موجد فؤاد حط الاكل في الطاجن ده وراح نازل عليه بالبهاريز والبطاطس بتاعه الفراخ قام عطوهولي. رحت واخداه حطه ورحت زقاه في الفرن. ورحت بقى مولعه له كمان عودين من تحت. وهنا البرايم كانت شالت. بص الوش الجميل يا ولاد، بص الوش اللذيذ. رحت بقى مطلعاهم من الفرن علشان ايه احط لهم السمنه بتاعتهم. البرايم ده هوبا كان على الشقلط مني في الفرن. رحت شقلطاهم ومطلعهم هوب دبل كيك شقلباظ. رحت مطلعهم كده بالعود ده عشان اشوف الرز بتاعهم استوى ولا لا. الحمد لله لقيت الرز استوى. رحت حاطه لهم بقى شويه سمنه رحت مغطياهم وعامله لهم لايك. رحت زقاهم في الفرن. حط لك بالله عليك يا اخت انتوهي شجعوني بقى عشان اعمل لكم اكلات كتير كده في الريف. رحت بقى زقاهم تاني في الفرن. ورحت ايه شد صينيه البطاطس بتاعتي بالفراخ بعد ما طلعتها. وقلت بقى لسعد بيه زغلول تعالى دوق يا زعل. قلت له ايه رايك؟ قال لي الله بس الاكل سخن مولع نار. قلت له بالراحه بقى على مهلك. بيقول لي تسلم ايدك يا اشطر كتكوت، ده الاكل طعمه حلو بشكل تحفه. وهنا بابا طبعا عشان هو شقى وتعب في الاكل ما ينفعش ما ياكلش. قلت له بقى تعالى عشان تاكل معانا لقمه هنيه تكفي 100. والاكل كان سخن ولع. هنا الفرعون الكبير صغير يقول لي يا بنت كلي. اقول له الاكل سخن. يقول لي بس كلي. قلت له يا عم الاكل سخن. قال لي طب برده وكل. كلت لحد ما مليت التانك بنجاح. وهنا قال هم يا جمل. ما تنسوش بقى لايك والكومنت والشير وتتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.